غادي نتكلموا على مريم اللي بغات تعطي القناه ديالها للام ديالها. هادشي اللي سمعنا البارح في الفيديو، انها قالت لك تجاورت مع حميد لان القناه الثانيه ماشي القناه ديالها هي مريم في البدوي، لا مريم بدوي لا، القناه ديال انا وبناتي في الباديه هي القناه الثانيه اللي كيخدم عليها حميد، هي وياه كيخدموا يعني قنوات مشتركه بيناتهم. كيف ما قلت لك حنا ما بيناتناش الفرق، اي حاجه راه بحال ديالنا بجوج. فتشاورت معاه انها تعطي ديك القناه للام ديالها، ما غاديش تخدم في الام ديالها ولكن غتعطي الام ديالها ديك القناه انهم يخدموا بها. ريت ما تقاد لهم الامور، ريت ما شاء الله يخرج حكم ديال الاستئناف ولا تقاد الامور، ديك الساعه يبان شنو كاين. هذا الشيء اللي ما راقش ولد مو ما راقش ليه هذا الشيء هذا، ولا القنوات اللي معاه اللي خارجين دابا البارح تيتكلموا تيغوتوا اش من قناه تعطيها وعلاش تعطيها قناه كذا. واش من نيتكم؟ انا غنتكلم معكم في هذا الامر هذا، كيف ما غنتكلم ايضا على تيقولوا ان اماطه الاذى في الحديث، يعني عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ان اماطه الاذى عن الطريق صدقه. اماطه الاذى عن الطريق صدقه، يدير شي حاجه كتلقاها في الطريق، حجره، عود، دجاجه، المهم شي حاجه كتلقاها في الطريق وكتحيدها للناس، كتخوي لهم الطريق، فبمثابه صدقه. وهم شفناهم البارح جابوا الحجر، جابوا العواد، شعلوا العافيه وسط الطريق. هادشي راه دار وسط الطريق، يعني راه الطريق كدوز هذيك، دوز منها طوموبيل، دوز منها كروسه، دوز منها عود، دوز منها البهايم حاجاكم بحال الطريق مسرب، يدوز منها الناس يدوزوا منها. هما جاو تما كاينه هما يديروا بقاو كيطيبوا تما كاينه، اش كيطيبوا الحرشه. بالله عليكم كيف ما قلت لكم اماطه الاذى عن الطريق صدقه، وواحد باش غيجيب الاذى يعني يجيب عافيه ويحفر كانون وسط الطريق، شنو غنسميوه؟ وبدا داك وطيبوا ومشاو جلسوا كيخشوا في وجههم وخلاو داك الشيء هكذاك. بالله عليكم، بالله عليكم منين نتوما؟ شنو ما فهمتش منين نتوما؟ كذلك غنتكلم لكم على ما بقى والو يتسال العرض اخر، يعني سارعوا قبل نفاذ الكميه، مع القرا ما بقاوش الفراش تقربوا يساليو، سارعوا قبل نفاذ الكميه فالعرض محدود. كذلك من اجل عروض طلبه العروض ديال العمل، فسارعوا قبل الاوان، فالمقاعد جد 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 محدوده. اخوان اخواتي عافاكم الاذان، خليكم معايا بزاف غنرجع ما تشوفي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الله يسعدكم والله يعطيكم كل ما كنتم بخاطركم. نكمل معكم إذا كيف ما قلت لكم سارعوا قبل نفاذ الكمية، وكذلك حتى العروض ديال يعني طلبات ديال عروض العمل فراهم قلال، مقاعد محدودة، فسارعوا قبل الأوان. غنتكلم أيضا على الماتريكيل ديال الطوموبيل ديال ناديه اللي شفتو انا اليوم عفوا البارح بان لي في الفيديو ديالها، رجعوا غتشوفوه. وعندي سكرينات بداكشي كنخليهم عندي باش واحد النهار تقول لك لا وهذا الشيء ما كاينش وكذا، نقول لها هذاك الشيء راه كاين. هي بيديها كتصور الطوموبيل ديالها، الترقيم ديال الطوموبيل، صورتها من اللور، صورتها من القدام، صورتها مع هما كياكلوا ديك القصريه شي تسمى ما عرفتش رفيسه ولا ماشي رفيسه، يديروا بالحرشه، كاين اللي كيقول لها مدوسه ولا شنو كيقول لها، وكيكاو داك الشيء وكيصوروا الطوموبيل والماتريكيل مشدود من الامامي والخلف. واش هنا ملي كنتي كتصوريها انا دي طوموبيلتك واش ما بانتلكش هنا التشهير؟ ما كاين لا تشهير لا والو. ولكن دابا كون مريم داس وشتاتها يعني بدون قصد، شتاتها غنقول لها لا تشهير. بدويه داك النهار غنمشيو ندعيه وكنديروا بك شكايه صورتي لنا الماتريكيل ديال الطوموبيل، وحنا بغينا نشوف ديك الشكايه فين وصلت، واش دفعتوها ولا غير بغيت تخدموا بها؟ دابا واش ديك الشكايه دفعت ولا غير بغيت تخدموا بها؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا حنايا. المهم ما عليناش غنتكلموا في هادشي هذا. باش ما ننساش نسلم عليكم، شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، كنبغيكم كاملين بدون استثناء، واحد بواحد وحده بوحده، بالاسامي ديالكم، بلا ما نطول عليكم حتى في المقدمه ندوز مباشره معكم الموضوع. انا كنتكلم معكم وانتم كتفاعلوا معايا من خلال تعليقاتكم، ارائكم، استفساراتكم. كذلك ما تدخلوش انا بخاصيه او ميزه سوبر ثانكس باش الفيديو ديالنا كيتقترح والصوت ديالنا كيزيد يوصل اللي هو صوت الحق. ندوز معكم الموضوع. اول حاجه غنتكلم عليها، غنتكلم على مريم البدويه اللي البارح خرجت في واحد الفيديو انها كتقول غنعطي القناه ديالي للام ديالي. الام ديالي قالوا ان القناه ديالها ما تخدمش فيها، سمعنا ان القناه غتسد ليها. دابا حيت باقي ما عارفين شنو كاين، قالت انا وراجلي اللي هو حميد تناقشنا باش ديك القناه نعطيوها للام ديالي. هنا بعض القنوات خرجوا كيغوتوا لا واش ما القناه تعطيها وهي مخالفه للقانون، هذه كتقلب على الحبس، هذه كتحدى القانون، كتحدى القضاء. راه قلت لكم شكون اللي كيتحدى القضاء؟ هما نتوما. شكون اللي كيتكلم على القضاء ما مزيانش؟ هما نتوما، لانكم باش تقولوا البارح راه عطاتكم مقطع ان ولد مو كيقول لهم وكيل جلاله الملك راه
جات عند واحد الجمعيه وبغات تدعي البدويه، ولكن قال لهم لا راه بزاف، ستوب سيروا عليكم بالرباط. والجمعيه قالت لي هذا الشيء هذا، اكدته ليه لولد امه ووراتو الشكايه. وهذا المقطع نعاود نطلقوا لكم باش تاكدوا بهذا الكلام. المقطع انا غادي نطلقوا لكم باش تسمعوا تاكدوا من هذا الكلام عاوتاني. انا راه تنقول لكم اللهم اني قد بلغت فاشهد وذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين. راه نقدر نطلق لكم تسمعوا اليوم وتسمعوا غدا باش هذا الشيء هذا كيترسخ عندكم وان الصوت ديالنا يوصل. راه قلنا لكم ديروا هاشتاغ الوكيل جلاله الملك يوصل ليه هذا الكلام هذا باش نعرفوا فعلا واش هو قال للجمعيه ولا لا، ولا تبلع عليه ولد امه. المهم ما عليناش. انا غنكمل معكم في هذا الموضوع. غير هو ان هاد السيده علاش غتمشي للحبس، علاش كتعدى القانون؟ واش هما القناه منعوها على امها؟ قالت لها هاك يا امي قناه اخرى، شي ديك القناه يسدوا عليها. قالت انا غنعطي القناه ديالي لامي، ولكن ماشي امي تخدم فيها، يخدم فيها حميد، يخدم فيها زهير، يخدم فيها اللي بغا، الا امي راه ما غتبانش فيها. اذا هنا فينا هو التحدي للقانون، فينا هو التحدي للقانون. واش منيتكم كتكلموا اش كترونوا اصاحبي، اش كترونوا؟ وكيقول لها اش من محتوى عندكم نتوما كديروا، نتوما شنو المحتوى عندكم كاملين؟ اغلبيه ما نقولش كاملين، ولكن البعض او المعظم ديالكم شنو هو المحتوى ديالكم؟ الا هاد العائله هذه خدامين بها صباح مساء، البدويه دارت، مريم فعلات، راجع ترشات، كل شنو دار صنع. هاد العائله باش خدامين نتوما. الشكايات اللي كديروا بها هاد العائله هذه هما باش خدامين نتوما. الشكايات اللي كديروا بهاد العائله هذه هما اللي كتسعوا بهم، كتسول بهم فلوس في لايفاتكم وفي فيديوهاتكم اللي كتكلموا على راه جاهم السوبر شات. جاهم السوبر شات في واحد اللايف، ديك اللايف ديال اللي حلوا في القناه ديال منعم البدويه، جاهم السوبر شات وحطوا داك الشيء في المنتدى. وحنا داك الشيء راه هزات واحد الجمعيه، راه واحد الجمعيه ما معروفاش، قال كيعرفها ولد امه، هو اللي قال لك الجمعيه ما معروفاش، مشات تدعيها بهذا الشيء هذا. وناض هو صيفطت ليه الجمعيه هاد الشكايه. هذيك الشكايه دابا اسمعوا، الشكايه اللي دارتها الجمعيه هزاتها وعطاتها لولد مو، حيت ولد مو هو المحامي ديالهم. واش انت محامي؟ الا كنتي محامي من حقهم يعطيوها لك. انت ما محامي ما رئيس، انت شكون؟ انت ما شكون انت صاحبي باش كيعطوك هادشي؟ راه كتورط راسك وكتورطهم هم، لانهم ما عندهمش الحق باي صفه. باي صفه صفتك انت اللي قلتي لهم سيروا ديروا شكايه، ولكن ما واخا تقول لهم انت كاع ما عندهمش الحق يوريوك الشكايه. نكون واقعيين، انا هادشي كنعرف في القانون. اذا شي قانون جديد بغيت تطبقوا انت وديروا انت، فما انزل الله به من سلطان، حنا كنستنكروا هذا الشيء هذا وكنتمناو الكلام يوصل. شوف هذا الكلام غنطلقوا لكم تسمعوه، بغينا يوصل وكيل جلاله الملك باش نعرفوا هذا الشيء واش صح ولا باطل. تما كرمات شتي مرقيه هاد النار خوتي المغاربه يعاوني الله سبحانه الا هو. هاد النار الجمعيه مشات تحط برقيه شكايه، وهاد الجمعيه مشات تحط شكايه وكتشاور معاه. راه قالت الو شوف ولد امو، حنا دابا جمعيه وحنا غادي نديروا شكايه باش دابا الساعه هذه 12، حنا راه 11 الغرب كنا تما غنديروا شكايه بالبدويه باش بهذاك اللايف اللي درت اللي فيه سوبر شات غنديروا به شكايه. كمل زيد. جمعيه ما معروفه ما حتى حاجه على اللايف اللي حلت البارح وعلى اللي كاسين كيحطوا السوبر شات في المنتدى. سمعتوا شنو المضمون ديال الشكايه؟ انهم جاهم السوبر شات وحطوه في المنتدى. هذا هو المضمون ديال الشكايه. شي قانوني؟ السوبر شات راه حق كتخول لك اداره اليوتيوب، راه داخل في القوانين ديالها وقواعد ديال اداره اليوتيوب. شنو المخالف في القانون هنا؟ شنو هو؟ ملياتور ما بغاش يشدها وكيل الملك، قال لهم هادي ستوب. سمعت وكيل الملك شنو قال لها؟ قال لهم ستوب. قال لها الجمعيه، قال لها بزاف هادشي ستوب عليكم بالرباط. هنا صافي. هنا واش وكيل الملك يقول هادشي هذا؟ لا ما يقولوش. كنتحداكم كاملين انهم ما يقولش لكم هذا الكلام هذا. يلا كونوا قد التحدي، قولوا خرجوا، تخرج الجمعيه تخرج ياك وتقول انا راه مشيت عند وكيل الملك ديال فاس وقال لي سير هبط الرباط. قال لهم عليكم بالرباط، وراهم يطلعوا للنيابه هذا الرباط نهار الاثنين عندهم رانديفو مع 10:30 رانديفو مع النيابه العامه هذا الرباط، وهذه يتحط شكايه في الرباط وراه كان فيها كاين. سمعتوا؟ وهادشي كامل عارفو، هادشي كامل قالت لك الجمعيه وانت الشكايه شفتيها ورجع لك الجمعيه. استاذ القناوي كان تما، استاذ القناوي الجمعيه ملي جات تحط راه كان تما وسمع كل شيء بودنيه. والجمعيه قسما سمع ان وكيل الملك قال لهم سيروا هبطوا الرباط. ستوب سمع هكذا، سمع هذا الشيء هذا بالله عليك. الا انا عيطت لي وراتني الشكايات بيديها وما بغاش شدها. قال لهم عندها 8 السورسيات ولا 6، قالوا عندها الغرامات، عندها وراو الشكايات
باش ما نفوتكمش، باش ترسخ الكلمه عندكم. الجمعيه وراتو الشكايات، ولكن جلاله الملك قال لهم لا، هادشي ستوب، هادشي بزاف، سيروا عليكم بالرباط، هنا صافي، هنا حبسوا حد هنا وبركه. بالله عليك شكايات مازالين هنايا اكثر من 20 شكايه، قال لهم هذه خصها الرباط صافي عطوه، وتكون عليها حتى 1000 شكايه وما غاديش يقول لهم سيروا الرباط. وانا نقول شوف، كنتحداك قانونا وقانونيا ان هادشي هذا راه ما كاينش، وكنتحداك ما قلتش لها سيري بتاع الرباط. واخا تكون عندها 1000 شكايه، تكون عندها 1000 شكايه، ما قلتش لها بتاع الرباط. كنتحداك اولد امو، يلا كون قد تحدي لها انت وحتى الجمعيه كاع الا قالت لك هذا الكلام تقولها بهذه الطريقه هذه، كنتحداك. فونادو كيغوتوا تعطيها القناه وكتقلب على الحبس. علاش؟ لا تعاونات مع امها. هنا فين كيبان الانسان المعدن الاصيل، هنا فين كيبان. واش انا امي في ازمه ولا با في ازمه غادي نفوتوا؟ والله ما نفوتوا ولا بقطع الراس. شوف بقطع العنق ديالي تاع راسي ما نفوتوش. علاش؟ كيبقى هذاك الاب ديالك ولا الام ديالك. هنا الام ديالها هي في ازمه وغتفوتها. لو ان مريم فتحت في الازمه هذه كانت تفوت الام ديالها؟ ما نظنش. وانتم هادشي دابا اللي بغيتوا انتم ان مريم تخلى على الام ديالها، رجاء كذلك ويفوتوا الام ديالهم ونقولها سيري امي بحالك. هادشي انتم اللي بغيتوا يكون. بالله عليكم اي طينه من البشر انتم. ولكن الحمد لله كيف ما قلت لكم انتم كتحاولوا تشتوهم وما كتزيدهم الا تماسك اسره بيناتهم كعائله بيناتهم. انتم كتحاولوا تشتوهم وتفرقوا بيناتهم، ولكن داك الشيء ديالكم اللي كديروه كيزيد غير الا انه يجمع بهذه العائله هذه ويزيدهم ثبات وقوه واصرار وعزم انهم يكونوا متماسكين بعضياتهم، لانهم عرفوكم انتم شنو باغيين تشتوا اسر. هذا الشيء اللي وليتوا نتوما كديروه هو تشتيت الاسر. هذا هو الدور ديالكم في بزاف ديال الاسر، ماشي غير البدويه، بزاف ديال الاسر دوركم اصبح هو تشتيت الاسر بامتياز، بدون منازع. كتفنوا. وراه اخر حاجه شفتوا البارح كيقول لكم انا كنتوسط الفاتحه القرويه مع زيرو تفاهه، هضرت لها مع سعدون وطه سعدون غيشوفها كذا وغادي هذا. كيفاش كتنسق بيناتهم؟ وحنا الله يجيب لنا شي وسيط يوصل صوتنا، هي ديال الحق. حنا ماشي الباطل شي كلمه خايبه. الله يجيب لنا حنا شي وسيط اللي يوصل كلامنا ويوصل داكشي اللي كنتي كتقول ولد مو اللي درتي في حق الناس، اطفال، نساء، اموات، احياء، ما خليت حتى شي واحد. غير يوصل الصوت ديالنا. حنا والله ما كرهناش شي وسيط يوصلنا هادشي هذا، ما كرهناش شي وسيط يوصلنا الصوت ديالنا ديال الحق. حنا ما بغيناش شي حاجه اخرى. حنا ما بغيناش، ما كنسبوا، ما كنشتموا، ما كنقذفوا، ما كنعيروا. حنا بغينا صوت الحق ديالنا يوصلوا فقط. الله يجيب لنا حتى حنا شي وسط. وهادشي اللي سمعنا من عند ولد مو كيقول انه نتوسط لهم. يعني شوف بغى يفرق مازال بين الاخت واختها. ما فهمتش والله، ما عرفتش قسما بالله. مين انت؟ شكون انت شكون اصاحبي؟ هادشي راه بزاف ما كيتخيلش والله، ما كيتصوروا العقل. زدتي فيه وتغيتي وتجبرتي اكثر من القياس. غادي نرجع معكم سميتو الطوموبيل كيف ما قلت لكم. راه بانت الطوموبيل ديالنا ديال غير البارح صورات الماتريكل ديال الطوموبيل ديالها. اذا فين هو التشير هنايا؟ انت دابا ما عليكش تشير صورتي طوموبيلتك عادي. ودابا كون دارتها مريم بدون قصد، ولا درتها امي نعيمه بدون قصد، ناري متابعه وكذا. وبغينا نعرفوا حنا داك الشكايه اللي قلتي ان دفعتيها بالصوره ديال الطوموبيل ديالك نهار صورتها امي نعيمه البدوه بدون قصد. يعني كتصور يا روتين ديالها اليومي ولا حياتها اليوميه داز بدون قصد. فين خدمتي بها ديك الايام شكايه وكذا وتولد مو وكذا ودرنا وغنمشي وكذا تصور طوموبيلتي ما تصورش. خدمتوا بها فين هي؟ غنجيو دابا كتصوري طوموبيلتك بيديك وشاد الماتريكين من اللور ومن القدام وكذا، عادي باش تعرفوا هاد الناس هادو شنو الهدف ديالهم. هو خدمه في ادسنس يوتيوب فقط. ندوز معكم كيف ما قلت لكم القضيه اللي شفنا في كيف ما قلنا الحديث تيقول ان اماطه الاداء عن طريق صداقه. هاد الناس هادو شفناهم واحد الفيديو البارح، جاو في وسط الطريق مسرب. الطريق هذيك مسرب كيدوزو منها طوموبيلات، دوز منها كار، دوز منها كرويلات، دوز منها بغا الحاشاكم علاش حاشاكم عادي، يدوز منها اي حاجه كدوز فيها. هما مشاو وسط الطريق، حفروا كانون وداروا الحجر تما وشعلوا العافيه تما وجلسوا كيطيبوا وما على بالهمش. وسط الطريق الانسان اللي كيمشي كيتجنب الطريق هذيك. الا حيدتي منها كيف ما قلت لكم عود، قصبه، دجاجه، حجره، حيدتيها فيها صدقه. ولكن انت باش تجي وسط الطريق ودير ديك المساله لا. واش فهمتوني؟ راه مثلا بحال شي واحد مشى زيارته كرشوم مشى يقضي حاجته تحت الشجره. راه زيارتك كرشك سير قلب في بلاصه اللي ما يدوش من بنادم. اما الشجره يعني انت هي راه تقضي حاجتك وزيد، ولكن راه غيجي شي واحد يجلس تما، يجي شي واحد. فهمتوني؟ اذا هنا شنو؟ ما فهمتش والله العظيم ما فهمتش. حرشه وسط الطريق
لا حول ولا قوه الا بالله. المهم سارعوا قبل النفاذ الكميه مع قربوا سالوا المعلقه، قربوا سالوا فراش العرض قابل للنفاذ وجريوا. المهم اخواني اخواتي شكرا لكم بزاف، حتى هنا نقول لكم السلام عليكم. كان معكم خوكم امين، الحديث باقي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام الله عليكم.